مجلس الإدارة ده قبل ما يجي نادي الزمالك وقبل ما ينجح كان في تأييد شعبوي زملكاوي كبير جدا لهذا المجلس ان هو ينجح، وربنا كرم والمجلس ده نجح كقايمة واحدة. وانا واحد من ضمن الناس اللي كنت مؤيد القايمة دي، وكنت معاها وواقف معاهم في الانتخابات من غير ما حد يطلب مني اي حاجة وحاجات كتيرة كده اكيد الناس شافتها. ولما كانوا هما الاتنين نازلين ضد بعض، لما كان كابتن احمد سليمان هيعمل قايمه ولما كان كابتن حسين هيعمل قايمه، انتقدتهم هما الاتنين لغايه لما الاتنين دخلوا في قايمه واحده. فانتوا جايين بتأييد سواء من جمعيه عموميه او سواء من الجمهور في المدرج او على الناس على السوشيال ميديا او الناس الطبيعيه اللي في الشارع اللي هي ما بتتكلمش لا على السوشيال ميديا ولا في اي حته. فانتوا كنتوا جايين الناس كلها حرفيا مسانداكوا ومعاكوا وبتحبوكوا وفي ظهركوا في اي حاجه. فدي اول حاجه. عملتوا اول مشكله مع الجمهور لما خدتوا القرار ان انتوا مش هتلعبوا، ودي ما كانتش المشكله، بالعكس الجمهور وقف معاكم ودعمكم وساندكم لابعد ما يكون، ولكن جيتوا ترجعتوا مره واحده بدون تحقيق اي مكسب او بدون تحقيق اي مطلب واحد من المطالب اللي انتوا طلبتوها. فده كان اول مسمار ما بين الجمهور وما بين اداره نادي الزمالك. وبعد كده الاداره طلعت اعتذرت ومعلش ومش معلش، واحنا انتوا واحد واحنا واحد، احنا عيله واحده. والجمهور كان ليه رد فعل ان هو قاطع ماتشين او ثلاثه، مش فاكر كام ماتش بالظبط. وبعد كده رجع ان احنا في الاخر معاكم وهنساندكم و الى اخره. علشان يجي نادي الزمالك مره تانية يحط مسمار تاني في العلاقه ما بينه وما بين الجمهور في التعاقد مع شركه كوكاكولا، اللي انا مش لاقي له اي سبب ولا اي مبرر. ومش عارف ليه انت كمجلس اداره مصمم تعمل شرخ ما بين الاداره والجمهور. ليه؟ انا مش عارف. والجمهور كان ليه رساله واضحه وصريحه قبل كده في المدرجات لما قال مشروب الدم مش عايزينه. فانت ليه مصمم تعمل شرخ وتبعد العلاقه ما بينك وما بين الجمهور، على الرغم ان الجمهور ده كله كان واقف ظهرك ومساندك في اي حاجه كنت بتعملها؟ فليه بقى كل ده؟ انا مش عارف. انتوا عارفين يا جماعه الشركه دي بتدعم مين؟ انتوا عارفين الشركه دي بتدعم مين؟ ولما طلعنا اتكلمنا على الموضوع بتاع النادي الاهلي، خصوصا لما طلع رئيس شركه الكوره المهندس عادل القيع وطلع اتكلم ولازم تشتروا، طلعنا انتقدنا، وفي بعض من الاهلاويه طلعوا انتقدوا التصريح بتاع عادل القيعي. وانا واحد من الناس كتبت بوست، هو كتبت بوست واحد بس، قلت اتمنى ان مجلس اداره النادي الاهلي يقطع او يفسخ العقد بتاع كوكاكولا وبتاع ليبتون. قلت اتمنى وما اتكلمتش في الموضوع ده تاني علشان ما اخشش في جو مزايدات انا مش عايز اخش فيه. انا كنت عايز اوصل رساله معينه ان ده نفسي كان مجلس اداره النادي الاهلي يعمله، وكنت ساعتها هطلع اسقف لهم واطبل لهم واعمل لهم اللي هم عاوزينه عشان الموضوع ده بعيدا عن قصه زمالك واهلي. طب على الاقل النادي الاهلي يعني التعاقدات دي كانت قبل المشكله، ف... فممكن يديها حجه. اللي ملوش حجه هو كلام المهندس عبد القيع بعد كده، هو ده اللي ملوش حجه بالنسبه لي. ولكن التعاقدات قديمه. كان نفسي الاهلي يفسخ التعاقد، كان نفسي، بس عندهم مبرر، عندهم سبب. احنا مبررنا ايه؟ احنا اسبابنا ومبرراتنا ايه؟ يعني انا مثلا انا بنتي الصغيره وعيالي والله العظيم ثلاثه وربنا شاهد على كلامي، في حاجات كتيرة العيال بيبقى نفسهم فيها مبقاش ليهم، عشان بحاول افهمهم دي مقطعة ودي تبع اسرائيل تبع الكيان ومش عارف ايه، فما ينفعش. العيال من نفسهم لما والله العظيم ثلاثة لو حد في السوبر ماركت جنبهم بيشتري كده يروحوا لا ده تبع فلان ما تشتريش. عيال صغيرة مش فاهمين حاجة، عيال صغيرة. طب انا لما عيالي كبروا شوية، لو كبروا شوية وشافوا تيشيرت نادي الزمالك اللي انا بقعد اقول لهم الزمالك ومش الزمالك والحاجات دي احنا ما نشتريهاش ومش عارف ايه، والزمالك يلاقوا الاعلان ده على تيشيرت نادي الزمالك، وانا بقعد اقول لهم الزمالك ده نادينا، الزمالك ده حبيبنا، العيال هيقولوا ايه؟ انا بكلمك في عيال صغيره، انا بكلمك كمان وانا هادي لان انا عندي صدمه غير طبيعيه في اللي حصل. ما كنتش مصدق، انا ما كنتش مصدق لما اكبر ناديين زي ما قلت لكم في مصر في الشرق الاوسط وفي افريقيا يبقى الرعاة بتوعهم بتدعم الكيان. فاحنا كشعب يعني
شوف كام مليون بني ادم في الشعب ده بيحب ومتعلق بالناديين دول، وممكن يعمل اي حاجه عشان خاطر يخدم النادي بتاعه سواء هنا او هنا. فانت قوه لا يستهان بها، الناديين دول قوه لا يستهان بها في وسط الشعب. فهل انا دلوقتي انا المطلوب مني بقى كراجل بحب نادي الزمالك او راجل بحب النادي الاهلي ان انا اشتري المنتجات دي عشان ادعم النادي، ولا اقطعها عشان انا عندي قضيه مؤمن بيها؟ انا بكلمك والله العظيم بعيدا عن بعيدا عن اي حاجه قسما بالله، ولا زمالك ولا اهلي. ويمكن انا زعلان من اداره نادي الزمالك اكتر من اداره النادي الاهلي في القصه دي. زعلان قوي قوي قوي. انتوا لا تتخيلوا الواحد يعني عامل ازاي. فانا بالنسبه لي ولا لها سبب ولا مبرر ولا اي حاجه. ليه؟ ما اعرفش ليه مصمم تخش في صدام تاني مع الجمهور. مش عارف. خصوصا ان الجمهور كان لما طلعت اشاعات على نفس الشركه دي، انت شفت رد فعل الجمهور كان عامل ازاي. فانت مدخل الشركه دي معاك وانت عارف ان ده عكس رغبه جمهورك وعكس رغبه الشعب بتاع مصر عامه. يعني مش هقول لك جمهور نادي الزمالك بس، لا، ده في ناس من جمهور النادي الاهلي هتبقى زعلانه علشان المقاطعه زينا. يعني انا لما اتكلمت على النادي الاهلي في القصه دي كنت زعلان والله علشان موضوع المقاطعه، مش علشان اي حاجه تاني. ولما لقيت السكه رايحه في سكه تانيه ما اتكلمتش، وقفت. وعارف ان في ناس اهلاويه هيبقوا برضو زعلانين على ان الشركه دي مقاطعه وهتدخل نادي الزمالك، زي ما في ناس اهلاويه هتزايد، زي ما في ناس زملكاويه كانت بتزايد. مش هنضحك على بعض. زعلان ومش عارف اعمل ايه. طب الواحد يعني يقاطع الزمالك كمان؟ يا ريت الواحد كان يعرف يعملها. غصب عني هلاقي الماتش شغال، هلاقي نفسي بمسك الريموت وبتفرج، حتى لو بتفرج من غير نفس. يعني انا النهارده ربنا يعلم انا بتفرج من غير نفس. طب هنعمل ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ والله انا فعلا محطوط في موقف انا مش عارف انصح حد اقول له يعمل ايه، ولا انا نفسي عارف اعمل ايه. يعني ولا عارف انصح حد ولا عارف انا هعمل ايه. فربنا يسامحكم يا جماعه. سلام.